والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل احلى طاجن رز باللحمه. بصوا حبايبي، بعد ما غسلنا الرز هنبدا كده نعايره مع بعض. هنحط مقدار صبع كده في النص، يعني مقدار عقله، وبعد كده هنطلع نسيب العقله دي، نسيب مقدار عقلتين، يعني نص الصبع واحده كمان، عشان لما نحط اللبن ما يبقاش ني. وبعد كده هنبدأ مع بعض كده نحمر الرز شوية، حتة سمنة على حبة زيت كده مع بعض، عشان نغلف الرز، نغلف كل حباية رز بالسمنة، مش بنحمره بس بنديله تغليفة بس كده. زي ما انتم شايفين كده بدأ الرز ياخد تغليفة الزيت بالسمنة. ما تنسيش بقى وانت وصلت معايا للمرحلة دي، ما تنسيش تعملي اللايك لايك 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 كتير. كده غلفنا الرز. في المرحلة دي هنسيبه ونروح نسخن اللبن على النار. بصوا حبايبي، بنحط فلفل اسمر مع شوية ملح ونقلب تقليبتين، ونبدأ نحط الرز في البرام. هنحط نص الكمية كده زي ما انت شايفة. خليكي كده مركزة معايا كده. خلاص هنجيب اللحمة بتاعتي اهي. طبعا انا سلقاها، حاطه كويس خالص 3/4 سوا، يعني تعتبر بس هتخش البرام، مش هتاخد الوقت بتاع الرز، بس هتكون استوت. وسايباها بره كده، خدت اللون ده. انا مش محمراها ولا حاجه، انا محمراها في الاول قبل السليق. نرصها كده زي ما انت شايفه كده معايا، ونكمل بقيه الرز. حته قشطه كده من وش اللبن اللي انا غلياه، عشان تديكي لون حلو للطاجن الرز. هننزل بنص كميه اللبن بتاعتي، مش هنحط اللبن كله. هنكمل بقى بالشوربه بتاعت اللحمه. مش هنملى البرام للاخر، عشان لما يجي نحطه في الفرن ما يفرش وينزل كله في فرن البوتاجاز ويبوظ الفرن ويبوظ البرام في نفس الوقت. طبعا انا مولعه الفرن بتاعي بقالي نص ساعه، عشان الطاجن الرز ده بيحب نار عاليه، وظبط الفرن على 260. بص يا حبايبي، ايه رايكم في برام الرز او طاجن الرز بعد ما طلع بالفرن؟ بسم الله ما شاء الله، تحفه. انا بصراحه ربنا مش عايزه نبوظه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم؟ تحفة 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 تحفة. طبعا اللحمة تحت انا مش عايزة نفحره ونبوظه. ما تنسوش بقى لو وصلت المرحلة دي تعملوا لايك 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 كتير، واللي مشتركش في قناتي يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل ما هو جديد، ويجرب طريقتي ويقول لي ايه رأيه في التعليقات. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.